أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. لاحظوا الريحان ما شاء الله تبارك الله بعد التقليم كيف أصبح. خلال الفترة السابقة قمنا بتقليم شجرة الريحان وعرضناها لكم على القناة، وطبعا الكثير ينتقد التقليم، يعني بعض الأشخاص يقول أن التقليم يدمر الشجرة. طبعا بالعكس، أن التقليم مفيد جدا للأشجار. لاحظوا مثلا عندنا عفوا لاحظوا عندنا هذا الغصن طبعا وصل إلى آخر النمو. الأفضل أن نقوم بتقليم هذا الغصن حتى ينمو من جديد. لاحظوا عندنا هذه الأغصان، لاحظوا هذه الأغصان بعد التقليم كيف تفرعت من جديد. وأيضا كما تلاحظون هذه الأغصان، لاحظوا هذه الأغصان، وعندنا هذه الأغصان كيف تفرعت من جديد. فالتقليم يعتبر مفيد جدا للأشجار، الأشجار بشكل عام، يعني ليس الريحان فقط، جميع الأشجار. التقليم الكثير من الأشجار يعتبر التقليم مفيد جدا لنمو الشجرة من جديد، يعني يعطيها حياة من جديد، يعطيها نمو جديد، أغصان جديدة. كما ذكرنا لكم مثلا عندنا هذا الغصن، طبعا غصن واحد، لاحظوا يتوقف النمو عند التقليم من هذه مثلا من هذه المنطقة. مثلا لاحظوا عندنا هذا الغصن عند التقليم تفرع، ظهر عندنا أكثر من فرع، وبعدها نقوم بالتقليم من هنا يظهر عندنا أكثر من فرع، وهكذا تتفرع الأشجار وتنمو وتظهر الأغصان الجديدة بسبب التقليم. لأن الكثير ينتقد ويعتقد أن التقليم يقتل الأشجار. بالعكس، التقليم يحيي الأشجار من جديد، تظهر وتنمو أغصان جديدة بفضل التقليم والمتابعة أيضا والاهتمام. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.